مركزية كف الأذى عن الناس، وسلامة أن يسلم المسلمون من ألسنتنا وأيدينا، وأن هذه القضية ليست هامشية في الشريعة وليست تكميلية، وإنما هي قضية مركزية. ما الدليل على أنها قضية مركزية؟ الدليل على أنها قضية مركزية أنه قيل فيها أن من فعلها فهو المسلم. يعني أنت لا تعرف شيئا بفرد من أفراده إلا إذا كان هذا الفرد من أفراده يشكل عمودا فقريا فيه. يعني أنت حين تقول مثلا حين تقول دعونا في نفس كلمة المسلم، أنت تستطيع أن تقول المسلم كلمات أخرى. تستطيع أن تقول المسلم هو الموحد، تستطيع أن تقول المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. يعني المسلم يمكن أن يعرف بأشياء كثيرة، لكن إذا عرف بشيء فلا بد أن يكون هذا الشيء ليس من الأمور الهامشية أو التكميلية أو الفرعية جدا فيه، بل هو من الأمور، إما أنه من الأمور اللازمة يعني التي تستلزم عن هذا الوصف، أو هو من الأمور الأساسية في صلب هذا الموضوع من جهة التكوين. فهنا المعنى مركزي. سلامة المسلمين من أيدينا وألسنتنا ليس أمرا تكميليا في الشريعة، بل هو أمر مركزي. والذي يفقه عن رسول الله كلامه يجب أن يتخذ موقفا مع نفسه صارما وواضحا في أذى الناس، في أذى المسلمين بلسانه أو بيده، وليراجع الإنسان نفسه مراجعة حقيقية في هذا المعنى.